السلام عليكم متابعي قناه شيوات منى محمد. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، واحد اقتراح جديد صيفي بارد. غندوزو نشوفوا الطريقه ديالو. واحد العصير كيجي زوين منعش ديال الخلاط الكهربائي. عندي هنا واحد كميه ديال الخيزو اللي سلقتها بالماء ديالها مسلوق، يعني نديرو 3 ديال الخيزويات بالماء ديالهم. عندي هنايا واحد الكاس ديال العنبه ديال الحليب، هذا مخلط بين الليمون والحليب والياغورت، كيجي رائع جدا وبارد ومنعش. عندي هنا واحد 2 كيسان ديال العنبه ديال العصير ديال الليمون، يعني نخلط كل شيء في نوبه واحده. عندي هنا واحد ياغورت بهاد النكهه هادي كيجي زوين. وبالنسبه باش غنحليو، انا غنحلي بالعسل، يعني غندير واحد العصير اللي صحي بلا سكر بلا يعني المكون اللي السكر الابيض كما تنقولوا السم الابيض، يعني ما نحتاجوش. غنديرو غير بالعسل والليمون، راه حلو في هذا الوقيته، يعني ما نحتاجوش حتى العسل بزاف. غندير واحد 2 معالق ديال العسل، وكيبقى لكم عاوتاني على حسب الذوق. كاين اللي يبغي هكا كاع بلا عسل بلا حتى شي حاجه، كيجي سوا زوين، لان الليمون كما قلت لكم راه حلو. وهنا عندي واحد 2 ليمونات اللي قطعتهم، حيت لهم العظيمات، غنزيدهم حتى هما. عفوا صافي، غنطحن هاد العناصر مزيان كما كتشوفوا. صافي غنطحن صافي. العصير ديالنا ها هو وجد، كيجي زوين. الا بغيتو تصفيوه ما بغيتوش هكا راه هكا كيجي مزيان. واحد الاضافه، الا بغيتو تخليوه هكا كما قلت لكم كيجي بحال العصير، واحد العصير كيتباع في المحلات اولا في الحوانت تيجي بحالو، اولا تضيفوا الفريز الا عندكم حتى هو كيبدل له اللون وغيبدلو حتى لوغو، كيجي زوين. صافي دابا غنديروه في القريعه ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا كي كيجي. هانتوما كتشوفوا كيجي خاطر وزوين. كنتمنى تجربوه، ونتلاقاو في اقتراح جديد.